الله الرحمن الرحيم. السيد كمال المدوري رئيس الحكومة، السيد رمضان كبجناح نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية المصرية، السيدة ديبسي كامبل بار نائب رئيس السابق جمهورية كوستاريكا، السيدات وسادة الوزراء، ويلكم سيدات وسادة الوزراء، السيدات والسادة رؤساء البعثات الدبلوماسية، السيدات والسادة خبراء الاقتصاد والسادة الجامعيين، السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الاقتصادية والحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرحب بكم جميعا في الدورة 38 لأيام مؤسسة في قلب جوهرة الساحل مدينة سوسة الجميلة. معنا سيد والي، مرحبا بك سيد والي، لمناقشة مواضيع الساعة الحارقة والحينية، والتي من شأنها التأثير على مسيرة الاقتصاد الوطني الإقليمي والعالمي. أيها السيدات والسادة، تنظم هذه الدورة تحت سامي إشراف السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ما يعكس الثقة التي يحظى بها معهدنا وهذه التطاورة في خدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام بكل موضوعية وحيادية. أن انعقاد هذه الدورة في هذا الظرف العالمي غير مسبوق، ورغم دقته فإن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يرى في كل تحدي فرصة وفي كل أزمة إمكانية انفراج. نبقى دائما متشبثين بروح التقدم والعمل، مؤكدين على أهمية ما ينتجه المعهد ويعمل عليه طوال العام، إيمانا منا بأن العمل الجماعي من أجل المصلحة العامة هو السبيل لتحقيق مستقبل مثمر لبلادنا. أيها السيدات والسادة، يشرفنا أن نحيي هذا العام ذكرى 40 لتأسيس معهد عربي لرؤساء المؤسسات. هذا المعهد الذي أسسه السيد منصور معلى الوزير، منصور معلى الجامعي الذي أسس المدرسة الوطنية للإدارة، ما عرفتش كيف برشا يعرفوا هذا. منصور معلى المبادرة الذي أسس كبرى المؤسسات المالية في تونس. وهذا ما ألهم المعهد باتباع منهجية عمل تجمع بين صناع القرار، أصحاب مؤسسات، والباحثين والأساتذة الجامعيين. سيت تريلوجي، ترويكا مش الأخرى، ترويكا نتاعنا. وعلى مرار العقود الأربعة الماضية ظل المعهد ملتزما بدوره كمنتج للمعرفة، حيث يقدم رؤى وتحاليل لأبرز الأحداث الاقتصادية، مع الحرص على تبسيط المفاهيم وتقديمها بأسلوب ميسر لعموم المواطنين. معرفش إذا كان شفتوا الفيلم اللي عمل سي شاكر البارح 10 دقائق مع ممثلين بارزين على حكاية قانون الشيكات، هذا بعد باش نبثوه على العموم إن شاء الله، معناها يعاون العباد باش تفهم شنو قاعد صاير. ولا يقتصر نشاطنا على المناسبات السنوية كأيام المؤسسة، بل يمتد على مدار السنة من خلال ندوات، دراسات، حوارات تفاعلية تسعى لتقديم حلول مبتكرة تعزز الاقتصاد الوطني. ونحن اليوم نتطلع إلى توسيع دائرة شراكاتنا في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز الحضور الإقليمي للمعهد. وفي هذا السياق سنشرع قريبا في الإجراءات لتسجيل مكتب المعهد في العاصمة الليبية إن شاء الله. واغتنم هذه المناسبة لأحيي مجددا الحضور المتميز السيد رمضان كبجناح والرفق له. مرحبا بكم. تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية المشتركة
ودعم المؤسسات التونسية والليبية على حد السواء في اكتشاف آفاق جديدة في الاستثمار والتبادل التجاري. أيها السيدات والسادة، لقد اخترنا أن يكون موضوع هذه الدورة المؤسسة والتحولات الكبرى التأقلم والفرص المتاحة، حيث يشهد العالم اليوم تحولات عميقة تشمل جوانب جيوستراتيجية، تكنولوجية، مناخية، وعودة الحديث على الحماية الاقتصادية والبروتكشنزم قاعد راجع. هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل المؤسسة التونسية، وسيتناول النقاش مع ضيوفنا من تونس وخارجها كيفية التأقلم بشكل فعال مع هذه التغيرات المتواترة. أما على المستوى المحلي فنحن أمام توجهات اقتصادية جديدة تترجم إلى مراجعة عميقة للترسانة القانونية المتعلقة بالشأن الاقتصادي على غرار تنقيح مجال الشغل، تنقيح مجال الصرف، مجال التجارية وغيرها من القوانين، ما يدفعنا للعمل على ضمان مواكبة المؤسسات الوطنية لهذه المستجدات والبحث عن سبل تعزيز تنافسيتها. سيدات والسادة ضيوف الكرام، قبل أن أختم كلمتي يسعدني أن أشارككم معلومة تملأنا فخرا واعتزازا، تتمثل في اختيار 39 باحث تونسي أكاديمي تونسي يعملون في الجامعات التونسية في مختلف المجالات ضمن قائمة 2% من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم حسب تنصيف جامعة ستانفورد. 39 هم في الجامعات التونسية، ما نحكيوش على تونس اللي برا، هذول ما يتحسبوش على تونس مع الأسف، يتحسبوا على جامعاتهم. 2% أكثر تأثير معناها في المجالات نتاعهم. اختيارنا للإشارة إلى هذا الإنجاز تأكيد على التزام تونس الراسخ بالعلم والمعرفة كركيزة أساسية للتقدم، وهو ما يمكننا من مواجهة التحديات وتجاوز العقبات مهما كانت حدتها، وهذه هي فلسفتنا. وفي الختام أغتنم هذه الفرصة لدعوتكم إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة في مختلف النقاشات وتبادل الأفكار والخبرات. شكرا لاهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.